يعني انا لو قدرت اصوم حضرتك 20 يوم هصفي جسمك من كل امراضه. سيب جسمك يشفي نفسه. كلام كتير من نوعية الدواء سم، جسمك يعرف يعالج نفسه، كل اللي محتاجه ديتوكس. المشكلة ان في ناس فعلا بتقتنع بالهجص ده. ناس وقفت الانسولين وناس وقفت ادوية السيولة. الدواء بيتعبك، عاوز اقولك لو الدواء بيتعبك فتبطيله هيدمرك. مثلا مريض السكر النوع الاول، البنكرياس عنده مبقاش ينتج انسولين، فمن غير الانسولين الجلوكوز هيفضل في الدم ومش هيعرف يدخل الخلايا اصلا. ولمعلوماتك الجلوكوز هو مصدر الطاقة، وبالتالي الانسولين ضروري عشان تعيش، حاجة ما فيهاش تجربة. اما لو قالك ان الاكل الصحي مهم، فعلا الاكل الصحي مهم، الرياضة مفيدة، حصل، بس مفيش حاجة تقدر تعوض الانسولين في الحالة دي. فما تخليش حد يقول وجهة نظره على حساب صحتك. قبل ما توقف اي علاج اسأل الدكتور اللي بيتابع حالتك، مش اي حد طلع ترند، لان جسمك محتاج علم مش هجص.